السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي 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 قوي. طبعا يمكن من المرات القلائل جدا جدا اللي طلعت على القناة بكلي على بعضي كده. انا جاي لكم النهارده بمفاجأة عظيمة عظيمة عظيمة. ايه هي؟ الاول ما نركزش في المكان اللي انا فيه ده. انا قاعده على السطوح في الهواء في النور، الشمس بتيجي شويه وتمشي شويه، الجو حلو قوي قوي على السطوح هنا. فالمكان غير مؤهل، بس ان شاء الله بامر الله ناويه اظبط المكان ده لان عجبني في القعده فيه، حبيته يعني. ماشي، المهم بقى اجي لكم للمفاجاه. قبل ما اعمل اقول لكم المفاجاه اللي هقولها، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو. بعد اللايك بقى انا جالي خيوط من جروب قطرة الندى، جروب ام احمد ميدو. انا كنت طالبه منها خيط قطيفه لون معين، اللون ده لما شفته اتجننت. تمام، طلبته، قالت لي خلصان. اللون ده نزل منه عدد كيلوهات محدوده واختفى. قلت لها بالله يا فايزه انا محتاجه اللون ده جدا، نفسي اعمله حاجه لزوزو، يعني نفسي قوي اعمله حاجه لزوزو. اللون عاجبني قوي، اوريه لكم اهو. هو فاشن ماشي، بس هوريكم اللون من جوه. الكيس طبعا بيجي مقفول، الكيس التاني كمان مقفول، هفتحه. اللون ده انا لما شفته مش اتجننت، اتهبلت كده عليه. يا ربي عايزه اللون ده، هموت عليه يا فايزه. قالت لي والله يا اميره اول ما يتوفر انا طلبته، اول ما يتوفر لازم اشيلهولك ان شاء الله بامر الله. فالحمد لله وفرتهولي اهو. بصوا هي الفتله لونها مش ابيض، الحتت اللي فيها الصفرة دي مخلياها ابيض مصفر شويه، وفيها بقى ورده كده، الرسمه ورده منها، فيها ورده بينك كده والاخضر الفروع. بصوا الفتله حلوه قوي قوي قوي. طبعا يعني الفتله اصلا خلاص القطيفه معروفه، بس اللون فظيع فظيع بجد فظيع. فدي كان اللي انا طالباه الاول من فايزه. تمام، وسعره طبعا مقارنه بالقطيفه الستاندر لا شيء. ده القطيفه الستاندر راح في داهيه، راح في 70 داهيه. تمام، فانا طبعا ايه جبت من ده 2 باكت القطيفه ده لسه هعمله بقى لزوزو. ايه اعمله لها فستان او جاكيت كده بالطو، بس طبعا خلاص كده الشتاء المره دي كده مش هشتغل بقطيفه، يعني هنخليه ان شاء الله بامر الله نشتغل فيه في ايام بعد كده يعني. تمام، نيجي بقى للحاجات اللي انبهرت لما جت من عند فايزه. والله فعلا فعلا انا بقيت بطلع الحاجه من الكيس، انبهرت. ماشي، نمسكها جزء جزء. طبعا هي الكرتونه جنبي بس عشان مش عارفه ابينها في التصوير. تمام، فهنطلع ايه حاجه كده. ادي اول خيط هنتكلم عنه. بصوا الخيط الفتله، الخيط ده مهير. ماشي، طبعا عايزه اقول لكم ان الحاجات دي جايه لي بقالها شويه، بس انا ما عرفتش ما ملكتش اطلع اعمل لكم فيديو. بصوا عايزه اقول لكم والله العظيم الفتله نعومه رهيبه. مهير ده بقى تعملي بقى منه فساتين اطفال، جاكيت، طواقي، كوفيات. انا شايفه التايجر ده لو اتعمل منه فستان لبنوته يبقى وهمي. انا متخيله كده رهيب، بنوته صغيره كده فستان كده وبزراير من قدام وحزام كده بشكل حلو قوي. النعومه انا مش قادره اوصف لك نعومته عامله ازاي. ناعم بطريقه امان على الاطفال جدا، علشان في مهير كتير بيبقى خشن. ماشي، المهير ده رهيب يا بنات رهيب. وعايزه اقول لك بقى انت مش هتحتاجي كميه كبيره من الخيط عشان تعملي الفتله حلوه رفيعه، وفي الشغل هترمي معاكي عشان الوبره دي هتدي فوليوم للشغل كده. بصوا حلوه قوي يا بنات والله العظيم رهيب رهيب. انتوا عارفين الحمد لله الحاجه الحلوه بقول حلوه، لو حاجه نص نص بقول انها نص نص. بصوا دي الوانه ناعم بطريقه لا تتخيلوها. انا الكيسه ما تطرش. دي الوانه حلوه قوي 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 قوي. ماشي، دي اول حاجه. انا هخلي لكم التقيل للاخر، خدوا بالكم ده انا مبتديه لكم بالخفيف، مبتديه لكم بالخفيف، لسه ما رميتلكوش بالتقيل. ده بقى خيط كده ماشي،
في فتله سرمه، وهو ايه، بصوا عارفين جنجو كده، يعني في ايه بين ابيض وبين بصوا حلوه قوي، فتلته برده حلوه رفيعه. ده الخيط ده صيفي، يعني الخيط ده يعمل شغل صيفي حلو قوي، تعملي منه شغل صيفي جميل جميل جميل. فتلته بتلمع. هيبقى بقى عايز حاجات ايه، سواريهات، حاجات اطفال، الوانه بقى وهميه. ماشي، بصوا اللون ده، اللون ده فظيع. بصي كده حلو قوي 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 قوي. انا برضو ان شاء الله بامر الله هصور لكم الخيوط دي وانزل لكم صوره، او حتى انزل لكم صوره من، بصوا اللون ده مارشميلو، اللون ده مارشميلو، حاجه كده قمر. تمام. الخيط ده زي ما قلت لكم حلو قوي للصيفي، حلو قوي قوي للصيفي. بقى اعملي بقى لبس العيد بقى لبناتك، حاجات اخر دلع، تدخلي بقى ده مع لون ساده كمان، يبقى حاجه قمر. نيجي بقى ده بوكلت، ده شتوي بوكلت وفي فتله سرمه. ماشي. البوكلت ده حلو قوي في الشتاء، بيرمي شغل رغم ان الفتله رفيعه. يعني انت مثلا عشان تعملي من الخيط ده شيل، مش هتحتاجي كميه كبيره زي مثلا ما بناخدها من هيمالايا، او بنجيب من اي خيط تاني. ماشي. يعني الكميه هنا هتبقى اقل بكتير. يعني انت مثلا من البوكلت ده 300 400 جرام يعمل لك شال ايه محترم كبير قوي قوي قوي. ماشي. لكن هناك عشان تعملي شال حلو كبير عايزه 700 جرام مثلا عشان تعملي شال كبير. ده بتكلم على الشيلان اللي هي المقاسات الحلوه بتاعتنا دي. تمام. فشايفين البوكلت ده طبعا هو لونه مش باين اهو، لونه كده ظهر شويه، هو لونه زيتي، والفتله اهي باينه، هي فتله رفيعه بس بترمي شغل، لان فتله البوكلت اللي فيها دي بتدي سمك للشغل. كده ده تاني كيس، والله سايبه لكم مفاجاه في الاخر، كل مره اقول لكم ماشي، مفاجاه في الاخر. نجيب ماشي. بصوا بقى، بصوا الفتله المبهره القمر دي اللي فيها حاجه كده. ده برضو في الشتوي للملابس، للشيلان، للحاجات دي. داخله على عيد الام تعملي شال من الفتله دي حكايه، شال حكايه. بصوا طبعا هي لازقه بدايه الخيط، بصوا جماله يا بنات، حاجه كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. قمر. انا الفتله دي واللون ده يعني وقعت في غرامه. نيجي بقى للفتله دي باللون ده بالجمال ده. بصوا دي انا مش عارفه اسمها ايه، بس بصوا تحسوا ان هي من جوه الخيط بيلمع كده ماشي، ومن بره مهير. بصوا جمال الفتله، فتله خفيفه جدا ما بتوزنش، وهترمي معاكي خيط، والخيط منفوش سميك شويه ماشي. سمكه على ما فيش. يعني ايه سمكه على ما فيش؟ يعني البكره ماشي خفيفه قوي، وهترمي معاك شغل كتير قوي. عارفين المعادله الصعبه دي؟ يعني الفتله دي علشان تحتاجي، يعني ممكن 300 جرام يعملوا لك شال من الفتله دي، يعملوا لك فستان لبنت حلو، او بلوفر ليكي ب 300 جرام ماشي. بس لو انت مش مقاسي يعني خلينا منطقيين. الفتله دي خفيفه قوي، ميزه. وعايزه اقول لكم والله نعومه الخيط لا توصف، ناعم بطريقه فظيعه. اللون ده بالفتله دي انا عماله اقول على كله فظيع، حلو قوي 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 بصراحه. ما فيهمش حاجه كده نص، والله ما فيهم حاجه نص. مش قادره اقول لكم خفه الخيط، ما فيش وزن في ايدي، ما فيش وزن، خفيفه. والبكره كبيره، يعني تعمل حاجه. البكره دي تعمل لي كوفيه، البكره دي ترمي وتعمل لي كوفيه كبيره. الخيط ده يا بنات بجد خسران كتير قوي اللي مش هيلحقوا، والله يا بنات بكلمكم بكل امانه. ورجعوا لي قولوا لي يا اميره انت كدبتي علينا، انتوا عارفين بقول لكم على حاجه، بس خلاص الخيط ده
لازم تلحقوا تاخدوا منه، لازم تلحقوا تاخدوا منه اي لون. والله ما بسوق لها، والله ما بقول كلام انا ما مقتنعه بيه. الخيط يستاهل اكتر من ثمنه. ده انا هجيلكم المفاجاه الاخر ان الخيط ده ببلاش مقارنه بالاسعار اللي في الخيوط اللي بنسمعها في الخيوط. ده الخيط ده نازل ببلاش، ببلاش يعني ايه زي ما بيقولوا كده، ببلاش الا ربع تعملي مشروع كبير. ده بقى الاوف وايت بتاع الخيط اللي فات الرصاصي. بصوا ده نفس الفتله دي، نفس الفتله دي، وهجيب لكم اللون الرابع. ماشي. الاصفر، بصوا الاصفر جميل قوي بقى. عايز بنوته كده صغيره اموره كده، وفي ناس بقى كبيره بتحب تلبس الوان مطرقعه يعني عادي ممكن تلبس. ماشي. بس انا بالنسبه لي عجبني قوي قوي الرصاصي، عجبني الاوف وايت قوي. البني انا من الناس اللي ما بتحبش البنيات للعلم يعني، بس لونه حلو قوي. بس انا زي ما بقول لكم كده يعني الالوان بالنسبه لي المفضل نمره 1 الرصاصي، نمره 2 الاوف وايت، البني نمره 3، الاصفر نمره 4. ماشي. طبعا الالوان اذواق دي احنا عارفينها كويس قوي. انا بقى من الالوان اللي انا ما بحبهاش قوي البنيات، ما اعرفش ليه، يمكن عشان ماما كده. انا مامتي ما بتحبش البني فانا طالعه زيها. ماشي. قلت لكم هسيب لكم التقيل قوي في الاخر، صح؟ في دلوقتي جاي لكم نوعين خيط انا ما شفتش في جمالهم، ما شفتش في جمالهم، ما شفتش في جمالهم. انا قررت اعمل بالبكرتين دول شال ليا زي ما يطلعوا. هلبس شال بينك، هلبس شال بينك من جمال الفتله، من جمال اللون، من جمال الخيط. بصوا الجمال، بصوا الفتله اللي تحسي انك انت مش ماسكه خيط. انا ماسكه يا جماعه غزل البنات. والله العظيم، والله كاني ماسكه غزل البنات. بصوا كده في نعومتها، في طراوتها، في جمالها، في بصوا بقى. وكمان في حاجه بقى فظيعه، فتله رفيعه قوي وفيها فيها وبره. لما تمسكي فتله رفيعه او فيها وبره تعرفي ان انت هتشتغلي بابره كبيره. ماشي. والخيط هيرمي معاكي شغل جامد جدا، فتعرفي انك انت هتمسكي تشتغلي بابره. يعني مثلا هشتغل ده بابره مثلا 4، تخيلوا الرفع ده كله، الرفع ده وبابره 4 علشان الشعر اللي فيها ده هيدي سمك. فاذا انت هتعملي مشروع كبير بحته خيط صغيره. ده بيوفر يعني، هو ثمنه اصلا انا مش فاكره، كانت قايله لي الكيلو ب 300 وكام، مش فاكره يعني، مش فاكره بالظبط كان بكام، في الحدود دي. وغير انك انت هتوفري في الخيط كتير قوي، هتوفري في الثمن كتير قوي. انت يعني دول هيرجعونا يعني ثمن الخيط ده بجمال الخيط ده هيرجعنا بالاسعار ال10 سنين فاتوا. انا بجد والله العظيم مبهوره. الفتله دي رهيبه 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 رهيبه، ونعومه. الخيط كله ناعم، وده يعني الخيط كله ناعم بطريقه فظيعه. وطبعا مش محتاجين اقول لكم ان كمان الالوان ثابته. ماشي. طيب بصوا بقى دي، بصوا بقى دي اهي، دي بقى حاجه كده، حاجه كده زي ما بيقولوا كده من وحي الخيال. بصي الفتله عشان تبقى واضحه معاكي. دي بقى وهميه، دي تتعمل منها شال حلو رهيب 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 لعيد الام. ماشي. بس طبعا نصيحتي ليكي لو مامتك زي حالاتي كده ما تعمليلهاش منه، لانه هيتخن. ده عايز واحده رفيعه، ده عايز واحده رفيعه. الفتله دي عشان الفتله دي بتدي سمك شويه. تعملي بقى منها كوفيه رهيبه. الخيط ده يعني لو هتقولي لي بقى يا اميره طب اقترحي لنا خيط منهم لو انا هشتري نوع او نوعين، ابتدي الفيديو من الاخر. تمام. انا بالنسبه لي اكتر خيط بهرني طبعا بعيد عن خيط زوزو القطيفه، لان ده كان اختياري اصلا، ده فظيع. ده لزوزو يعني لبنتي الصغيره اللي لسه ما يعرفونيش، لبنتي زينب الصغيره. بنتي عندها زينب عندها 7 سنين ونص، اعمل لها بيه جاكيت. تمام. طيب بالنسبه لي انا بقى الخيط ده رهيب رهيب رهيب. دي انا هعمل بيها كوفيه. يليه ده يليهم بالنسبه لي انا كخيط عشقته كده، يليهم ده. تمام.
يليهم ده والبوكلت. تمام. بصوا والله كلهم حلوين قوي، بس يعني ده طبعا بقى زي ما قلنا ده الصيفي، ده صيفي بس كده. تمام كده. انا قلت لكم الخيط بترتيباته. ربنا يعلم صادقة القول معاكم في كل حرف. الخيط يا بنات يستاهل 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 يستاهل. يعني مش قادره اوصف لكم جماله. بس كده. لو في اي سؤال بقى سيبولي في الكومنتات. طبعا انا مش قلت السعر بالظبط لان انا مش فاكره خالص السعر كام، والله ما فاكراه. وهحط لكم لينك الجروب بتاع قطره الندى ام احمد ميدو، وعرفوها ان انتوا جايين عن طريق قولوا لها احنا جايين من طريق قناه تسعير اعمال الكروشيه من عند اميره ربيع، وهتعمل لكم تخفيض حلو قوي. يعني هي كمان ربنا يبارك لها ما بتتاخرش بصراحه، حتى لو ما قلتلهاش اميره ما بتتاخرش والله. وما شاء الله عليها ربنا يزيدها من فضله، ست محترمه جدا جدا، ومن احسن الناس اللي اتعاملت معاها في المجال. بس كده. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه.